المغرب منتخب المغرب بيقصي المنتخب المصري على ارضه وفي ملعبه في بطوله افريقيا ل 20 سنه وبيصعد هو للفاينل. بيخرجك على ارضك، بيخرجك في ملعبك. الواحد زهق من مواجهه مصر والمغرب، سواء بقى كبار سواء صغيرين، هم منظومه ماشيه زي القطر وانت منظومه فاشله. منتخب المغرب بيكسب المنتخب المصري للناشئين 1-0، قبل كده كان 6-0. بيكسبك على ملعبك وعلى ارضك، زي ما بقول لك انت اللي المفروض تكون مرشح اول للبطوله، لكن انا قلت لك الصبح، قلت لك المنتخب المغربي هو المرشح اكتر منك. مباراه انسايد جيم، مباراه هو بيهاجم وبيعذبك وانت ما بتهاجمش خالص. تسديده واحده على مرمى منتخب المغرب في ال90 دقيقه، واداء في البطوله كامل اداء كارثي للمنتخب المصري. وكان طبيعي ان انت هتخرج ومستحيل توصل فاينل، خصوصا لما خبطت في منتخب المغرب اللي ما بتعرفش تتفوق عليه في المواجهات المباشره، سواء على صعيد الناشئين دايما بيدوس عليك ودايما بيكسبك، حتى على صعيد المنتخب الكبير شوف انت واخد افريقيا اكتر منه بكتير، لكن في المواجهات المباشره يتفوق عليك برضه. دايما منتخب المغرب قرفنا ومواجهاتنا معاه ما بحبهاش ودايما متفوق علينا. منتخب مصر بيودع من نص النهائي وده كان متوقع، وكتير عليك كمان انك وصلت لنص النهائي بالاداء الكارثي اللي المنتخب فيه ده. المغرب